السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على حضراتكم. الناس اللي هي زعلانة عشان منتخب مصر ما وصلش في نهائي كأس الأمم أو ما خدش البطولة. احنا نحمد الله يا جماعة. احنا كنا آخر يعني خلينا نخش في الموضوع على طول. كان آخر حلمنا أو آخر يعني كلنا كنا قلقانين على الفرقة وقلنا آخرنا يعني لو طلعنا من دور المجموعات وعدينا الدور اللي بعد كده. فنحمد الله ان الكابتن حسام حسن وصلاح والرجاله بتاعتنا وصلونا قبل النهائي وطلعنا برضو بشكل مشرف. شفنا مباراه نيجيريا كانت قويه ازاي، مباراه السنغال مفيش مشاكل عادي 1-0 مفيش اي مشكله. احنا ممكن كنا جبنا الواحد ما خرجناش يا جماعه بفضيحه ولا حاجه. الناس اللي هي متاثره وزعلانه على منتخب مصر، احنا كان ادائنا مشرف يا جماعه. وشفنا قدام نيجيريا كان بضربات الجزاء وهدف شو زي ما قلنا في السنغال وطلعنا من قبل النهائي. يعني احنا في المربع الذهبي زي ما بيقولوا او من افضل 4 فرق. فكل الشكر لفرقتنا ولاعيبتنا وجهازنا الفني. فندعم يا جماعه ونخلينا ورا الناس المغردين والناس اللي على طول سباب وعلى طول شتيمه. يعني ربنا يهديهم ربنا يهديهم. منتخب مصر يا جماعه ما كانش شكله وحش وكده. هو شفنا اداء مشرف، شفنا لاعبتنا. قلنا كان ممكن احنا نجيب الجون في السنغال واحنا نتغطى. وبنبارك للسنغال، الشيء بالشيء يذكر. فرقه محترمه. ساديو ماني طبعا هو الترند، هو شخصيه محترمه نال اعجاب كل الشعوب، نال اعجاب كل الجماهير. بشكر خاص من مصر لساديو ماني لاعب السنغال. شخصيه محترمه جدا وربنا بيكرمه، لعيب مجتهد وبسم الله ما شاء الله عليه. وبرضه يا جماعه الناس دي برضه بتاع يعني مش احنا بس القران وندعي والقصص دي، لا هم ناس بيعملوا برضه خير وناس بيتبرعوا وناس ربنا بيكرمهم برضه. مش انت لوحدك اللي في السنغال. مبروك للسنغال. مبروك يا اخ باسم للسنغال. وبنجدد التهاني للسنغال تاني. ولو كان المغرب برضه والاشقاء في المغرب هنقول لهم مبروك. اللي لعب افضل وكان افضل في البطوله هو كان السنغال. ظهر بمظهر بصراحه جميل. بنقول للسنغال الف مبروك. وبالاخص زي ما قلنا ساديو ماني عمل مجهود هايل. راجل بيهين نفسه، راجل فعلا يعني يشيل فرقه. ومش هنعمل مقارنات باولادنا. احنا اولادنا على اي وضع زي ما كتبنا بوستات كتير. بنحب ولادنا ومنتخبنا وبلدنا على اي وضع. فرقه تكسب تخسر قصه منتهيه تمام. في ظهر الفرقه في ظهر منتخبنا مفيش اي مشاكل. كملوا رجاله في ظهركم. الحمد لله على السلامه وصولكم مطار القاهره. مفيش اي مشاكل خالص. انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. انتوا عملتوا اللي عليكم وربنا مش رايد. ربنا رايد وده شيء بيبقى مكتوب. ربنا رايد ان الفرقه بتروح البطوله بتروح لفرقه السنغال. يعني انا شايف ان الطلوع من قبل النهائي افضل ما انا اكون على ملعبي مثلا وسط جماهيري والبطوله تروح مني. يعني بالتالي يعني زي ما بيقولوا قضاء اخف من قضاء ان احنا نخرج من قبل ما نوصل النهائي احسن ما نوصل النهائي على ملعبنا ونخرج. وزي ما احنا شفنا يعني بصراحه كان ماتش امبارح بتاع السنغال شيء بالشيء يذكر. زي ما قلنا دراما يعني فيلم سينمائي بصراحه. شكرا ماني 100 مره. شخصيه محترمه ترند كل الصحف. ساديو ماني الله يكرمه برضه. راجل من الناس بيعملوا لله وزي ما احنا شفنا بيتبرع. وراجل مش احنا بس يا جماعه اللي بالدعاء وندعي لاولادنا واحنا بتوع القران، لا الناس برضه الافارقه ناس محترمه، ناس بتعمل لله ربنا بيكرمهم. ففي شيء لازم ندور عليه. ليه الناس دي بتاعه السنغال دي يعني تملي بتتفوق علينا في البطوله اللي فاتت وتفوقوا علينا في البطوله دي. ف يعني الناس دي كل الاحترام والتقدير بصراحه لفرقه السنغال. واحنا كجمهور بندعم كره مع ناصر الغر على وجه الخصوص في ظهر منتخبنا. والحمد لله على السلامه يا رجاله. الناس اللي بتهد وبتغلط في كابتن حسام حسن، كروش عمل ايه واللي غيره عمل ايه تمام. احنا وصلنا لقبل النهائي وبعدين حسب الجيل اللي معاك، جيل ابو تريكه وبركات ومتعب والناس دي وائل جمعه. اعتقد وجهه نظر التي لا قيمه لها افضل من الجيل دون. يعني كله رامي الحمل على محمد صلاح. يقول لك محمد صلاح مشتري حته الارض اللي هو فيها في ناحيه اليمين ومش عارف ايه. وضحك لما مرموش
ضيع الكوره وتمام. هو صراحه يعني هو كان ياسر ابراهيم، امام عاشور، تمام. انا شايفهم ان هم بصراحه اللي كانوا يعتبروا الافضل في الفرقه بصراحه. مروان عطيه يعني مش كان برضو فتوح شغال كويس، لكن محمد صلاح برضو حط اهداف، ما ننكرش الراجل يا جماعه. مباراه ما وفقش فيها صلاح، برضو هيفضل كابتن الفرقه، والحاجه الحلوه بتاعتنا المحترفه في ليفربول اللي بيشرفنا. هي الكوره كده يا جماعه، هي الكوره كده. انت مش زي ما انت عاوز تكسب، في ناس تانية بتكسب وفي ناس تانية يمكن افضل منك في يعني كلهم محترفين. احنا بنشوف الفرق كلها 16 او 22